خبرته يحط قدمه في اللقطه اللي فاتت، طلع الكره ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. ضغط من النادي الاهلي، عايز يدخل غرف خلع الملابس بين الشوطين متفوق، لان الشرقيه بيجر الاهلي نحو تعادل سلبي قد يكون الثالث للنادي الاهلي هذا الموسم. ادي العرضيه من عبد الله والسوليه، ده سعد من جريته. هو سعد غاب فغابت معاه الرأسيات الدفاعية المميزة، وعاد الوحش سعد سمير ليسجل هدفه الأول في هذا اللقاء وهدفه الرابع هذا الموسم. 28 سنة المدافع الدولي سعد سمير، سعد راموس للأهلاوية، يسجل الهدف الرابع هذا الموسم. سجل في مرمى سموحة، وسجل في مرمى المصري، وسجل في مرمى الداخلية، ويسجل في توقيت قاتل بالنسبة لحسام البدري وبالنسبة أيضا لعماد النحاس. يا ولد على التيكوف، ولا أجدع مهاجم. لم يحضر جونيور أجايي، واختفى سليمان كولوبالي، اختفى نسر نيجيري، واختفى فيل إيفواري ليحضر فرعون مصري هو سعد الدين سمير أمام أعين حسام البدري والتصفيق لحسام البدري. عرفتوا ليه سعد لما يرجع يلعب حتى على حساب المتألق محمد روتو. يلعب الضربة الحرة المباشرة، والشرقية عن استحقاق يعاقب الأهلي عن إهدار الفرص السهلة ويتعادل بهدف رأسية مين؟ لا مش المعتصم سالم. مين اللي جابها؟ مين اللي سجل؟ هنشوف مين اللي سجل. هدف التعادل للشرقية. مش ممكن فادي فريد، يا خبر على عماد النحاس، فادي فريد يحرم شريف إكرامي من الكلين شيت رقم 23 ويحرم النادي الاهلي من نقطتين لحد اللحظه. لكن فادي قطع قبل مين؟ احمد فتحي اللي حط ايده في وسطه، ده ما نطش مع احمد. فادي فريد ينط فوق احمد فتحي ويعمل تيكوف ويحط رأسيه جميله على يمين الحارس شريف اكرامي. الشرقيه بالطاقم الاخضر، زي ما قلت الاتحاد سبب متاعب للاهلي بالطاقم الاخضر، يسبب